اليوم منتخب اليمني كان محمد ناصر كلم بحقد قلب يعني، ويعتذر من الجمهور ونشأة اعترض، قال أنت لا تعتذر، المسؤول هو اللي يعتذر. المشكلة أن المسؤول حمله اللاعب وخلى اللاعب هو اللي يظهر بالصورة. المسؤول مش موجود بالصورة، المسؤول موجود في الصور لما يحقق المنتخب اليمني إنجاز تحصل المسؤولين جميعهم موجودين، لكن وقت الخسارة لا، اللاعب هو اللي يتحمل هذا مستواهم، هذا اللي قدمنا لهم، احنا عملنا لهم، سوينا لهم. هذا التصريح اللي قاله الكابتن محمد ناصر محمدو نطقته أنا قبل 4 سنوات في خليجية 23، نفس التصريح أنا تكلمت فيه وأنا لاعب قناة الكاس. أنا لاعب نصرح ندافع عن أنفسنا ونتكلم نفس المشاكل. لعبنا مع 4 رجال في المنتخبات اليمنية في 10 بطولات خليجية، نفس السبب ونفس الخسائر ونفس المستوى ونفس المشكالية. الخلل مش باللاعبين، إذا 5 أجيال لاعبين منتخبات على أساطير من خالد العفارة إلى آخر لاعب ناصر محمدو، هذا أنا كلهم نفس المعاناة ونفس النتائج ونفس الخسائر. الخلل مش موجود باللاعب، اللاعب موهوب، اللاعب يثبت نفسه أنه لاعب، خلى الكل يشيد فيه في مستواه خلال 5 أسابيع التجمع وشارك في البطولة هذه وقدم هذا المستوى. لاعب بالفطرة، لا تكتيك، لا عندهم استعداد، لا دوري. يعني لما اجي لك اذكر لك لاعب من المنتخب اليمني اشي اذكر احصائيته ولا اتذكر انه عنده مباريات، شوف لك اليوم 5 لاعبين اول مباراه في تاريخهم في حياتهم يلعبوها اليوم. مباراه السعوديه اول مباراه بالافتتاح، ايضا 7 لاعبين اول مره في حياتهم يلعبوا مباراه دوليه معروفه، دوري رسمي يعني مباراه رسميه اول مره. كيف ايش تنتقدهم او تتكلم عليهم؟ اتحادنا داري فين الخلل، وزاره الشباب داري وين الخلل، رئيس الوزراء داري وين الخلل، رئيس الجمهورية داري وين الخلل. طيب ما دام دارين وين الداء، ليش ما تشوفوا وين الدواء؟ كل مرة نفس السيناريو، نفس الإعادة، والله مستعدين، عندنا مشاكل، عندنا نقص إمكانيات، عندنا الوضع حرب، الوضع مدري إيش. إلى متى؟ يعني اليوم أنا شايف العراق محتفلين إلى الفجر باليوم محتفلين. الشعب اليمني الوحيد اللي ما يحتفل؟ يعني ما يعني لازم يكون في عندنا نوعا ما نقدر اليمن فوق، اليمن على جنب، صراعاتنا نخليها على جنب، مش نتصارع من اجل ان احنا ننزل سمعه اليمن لا تحت. نتصارع كل شخص يعني يدافع على صاحبه، يدافع على من يموله، لكن بالاول والاخير سمعه اليمن هي فوق كل شيء. يعني انا تعبنا، الناس كلها تنتقد اليمن، اي مشاركه اليمن ضعيف، اليمن مش جاهز، اليمن الى متى نصير؟ احنا افضل منتخبات في الفئات العمريه، منتخبات عمريه لو اجيب واحد من الحاره يدرب المنتخب في الفئات العمريه انا افوز على دول الخليج كامل. لكن ليش لما اكبر انا اوصل لهذا المستوى؟ فين الاستمراريه؟ يعني نتكلم مع من عندكم مشاكل، في مشاكل بين الاتحاد بين الوزاره، سدوا بينكم يا اخي، خلوا اليمن على جنب. مش هذا الاعلامي يدافع عن نفسه وهذا الاعلامي يدافع على مسؤوله. يا اخي خلوا مصلحه اليمن فوق كل شيء. لازم نجتمع، لازم نصلح، في عندنا خامات، في عندنا ناس عندهم فكر يريدوا تطوير اليمن، استغلوهم، خلوهم يشتغلوا لليمن، اعطوا المجال للجميع انه يشتغل من اجل الكره اليمنيه. يا اخي انا ما اتكلم انه ما عندي مواهب حتى اني اتعب في الموضوع ولا اني اتعب يعني بانتاج منتخب كبير. يا اخي انا عندي موهبه، عندي ناس تعرف تشتغل، خلوها تشتغل. يعني منتخب ما عنده اي مباراه وديه واعذار يجي يشارك في البطوله هذه وبالاخير يقولوا والله احنا قدمنا بس ما حد استجاب لنا. يا اخي في خلل، الاتحاد في منظومته داخل في خلل موجود والكل يعلم فيها. يا اخي صلحوها. الى متى بنستمر على هذا الحال؟ الناس وصلت الى مرحله خلاص، حتى الشعب اليوم ما درى عن من غريمه من المسؤول على هذه الاشكاليات الموجوده. خلاص الان اصبح الناس مستغربه من المسؤول، من هكذا. رئيس الاتحاد عنده امكانيات ويقدم ما عليه، لكن لديك بطانه فاسده سيئه عليه معالجتها. الى متى بنجلس نستمر على هذا الحال؟ صحيح يقدم ومظلوم ايضا نوعا ما، رئيس الاتحاد مظلوم يعني من اللي حواليه، هم خلوه المتهم الاول، دعم ويعطي ولكن ايضا كمان في ناس عندنا مليان يعمل حمله ويتكلم لكن ما عنده الشجاعه يقول انا بمسك رئاسه الاتحاد. كلهم بس حاولين يعملوا فتنه ونقاشات وتواصل اجتماعي على الاتحاد وعلى وزاره وعلى، احنا عندنا منظومه كامله منتهيه على الرياضه. غيبوا الشعب عن الرياضه، الشعب يشتي يفرح يا جماعه الخير،
احنا نفرح لما يفوز العراق، نفرح لما يفوز قطر، نفرح لما يفوز السعوديه، نفرح للعالم كامل نفرح، الا لبلادنا ما نفرح، لا متى؟